السلام عليكم أصدقائي، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. اشتقت لكم كتير ورجعت لكم بفيديو جديد، فيديو كتير مميز. اليوم الكسكس المغربي من إيدين رفيقتي. اليوم السبت اجت لعندي رفيقتي وطبخت لي هاي الطبخة وكانت جدا رائعة، يسلم إيديها يا رب. أول قطعت البصل وعملته مع زيت الزيتون، وبعدين نزلت عليه اللحمة بهاي الطريقة، حركتهم شوي. طبعا نحن عم نطبخ ل3 عائلات مو لعائلة واحدة، يعني نحن مشتركين 3 وجايين تطبخ لنا اياها هي الأكلة. فهون هلأ بعد ما قلتهم شوي ياخدوا وش، هون غيرنا الطنجرة لأنه كانت صغيرة، حطينا واحدة كبيرة. هلأ عم تقطع البندورة أو الطماطم ورح تحطهم عليها. وهلأ رح تضيف عليهم الملح ورح تضيف عليهم البهارات هي رح تحط فلفل أسود 3 معالق، وبعدين صغار يعني معالق شاي صغيرة، ورح تحط كمان رأس الحانوت، هي بهارات مغربي جايبته معه، فرح تضيف كمان عليه 3 معالق تقريبا، يعني شوفوا المعلقة هي حجمها صغير. وبعدين ضافت عليهم المي مغلية، يعني تقريبا يا دوب غمرتهم، مو كتير يعني، شوفوا كيف. بعدين تركناهم ليغلوا لحالهم. وهلأ جبنا هذا النوع الكسكسي وحطيت عليه مي مغلية وضافت عليه الطريقة وحركتهم شوي وتركتهم لحتى ينفشوا شوي. وهلأ هون بلشت تجهز الخضرة مشان تكون جاهزة لتحطها فوق اللحمة، واختارت اليوم تحط لها الكوسة والجزر واللفت الأبيض. أول شي قشرتهم بهاي الطريقة وقطعتهم قطع كبار، قشرت الفجل أو اللفت والبطاطا والجزر. الكوسة طبعا ما قشرتها، حطتها زي ما هي، وقطعتهم كلهم لقطعة كبيرة. هلأ هون عم تغسلهم. كمان كزبرة خضرة وفلفلة حدة، هاي الخضرة الصغيرة مشان نضيفهم للأكلة. هون بلشت تقطعهم، شوفوا قطع كبيرة يعني ما قطعتهم بشكل ناعم. هون بعد ما فشفش السميد أو الكسكسي، فردته هيك بإيديها كتير منيح لحتى أخذ الزيت كله. بعدين حطته بهاي الطنجرة اللي هي طنجرة البخاري اللي بتكون حتى هيك مثقبة مشان نحطهم ليك، وتحتها في طنجرة مليانة مي مغلية وحطيناها فوقها لحتى تستوي على البخار. هلأ هون ضافت الجزر للحمة، الجزر واللفت وتركتهم. بعدين بعد ما استوت الكسكسي هون شالته وصارت تفرده بإيدها هيك بهي الطريقة لحتى انه يتداخل كلت بقلبه. وهي هلا هون ضافت الكزبرة، شوفوا كيف على جنب لانه بالاخير رح تشيلها ما رح تخليها مع الاكل. وبعد ما استوى الجزر نص استوى، ضافت البطاطا والكوسة عليهم. وهلأ هيك خلصت الأكلة وكانت جدا شهية، وبهي الطريقة سكبتها الطريقة الحلوة، يسلم إيديها يا رب، كانت عن جد كتير طيبة. وصحتين وهنا على اللي أكل. بشوفكن بفيديو جديد، ويلا مع السلامة.